ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عملان في يوم الجمعة فيهما الفرج لكل مهموم ومكروب. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم هدية ورب الكعبة لكل مهموم ومكروب ومحزون. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. قولوا آمين اللهم آمين. فدي هدية لكل إنسان مهموم مكروب محزون مريض مديون. عملان في يوم الجمعة فيهما الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. إيه هم العملين؟ العمل الأول هو كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى كما عند البيهقي بإسناد حسن قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، لو تتذكروا حضراتكم لما أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع يعني؟ قال له: في وقت كده بقعد فيه للأذكار، يعني أجعل لك ربع الوقت ده؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. احنا اللي محتاجين نصلي على النبي، مش هو اللي محتاج ان احنا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال له: طيب التلت؟ طب النص؟ طب التلات ارباع؟ في الاخر قال له: اذا اجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: اذا لو عملت كده، لو جعلت الوقت ده كله صلاة علي، قال له: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. يكفيك همك، يكفيك هموم الدنيا والآخرة، يكفيك هم الأحزان والهموم والكروب والديون والأمراض والأعداء، يكفيك هم كل شيء. ويغفر لك ذنبك يعني يجعلك من أهل الجنة، فمن غفر له فقد دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع يقين تام في الله سبحانه وتعالى من أن الله عز وجل سيفرج بها الهموم والكروب بإذن الله سبحانه وتعالى. بدل العمل الأول كثرة الصلاة على النبي في أي يوم، وبخاصة في يوم الجمعة. تمام. العمل الثاني هو إن احنا نلتمس ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ساعة الإجابة في يوم الجمعة ورد فيها حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. طيب الساعة دي إمتى يا جماعة؟ الساعة دي هي الساعة التي تسبق صلاة المغرب مباشرة. يعني لو العصر بيؤذن مثلا الساعة 3 مثلا، ده أنا بدي مثال، لو العصر بيؤذن الساعة 3 والمغرب بيأذن الساعة 6، يبقى من 5 ل6 هي دي ساعة الإجابة، الساعة التي قبل المغرب مباشرة. قل لي بس يا شيخ محمود، ده الكلام ده يتنافى مع لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ واضح جدا، قال: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. وانت عارف يا شيخ محمود ان ده مش وقت صلاة. صدقتم، فعلا ده مش وقت صلاة. لكن تعالوا بس نفهم الحديث شوية. احنا النهاردة لو دخلنا المسجد، والكلام للرجال، وإلا فالمرأة لما تصلي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى فالصلاة ليست واجبة عليها في المساجد. طيب أنا لو رحت قبل المغرب بساعة
ودخلت المسجد، صليت ركعتين تحية المسجد، وجلست أنتظر صلاة المغرب، وقعدت بقى أذكر المولى عز وجل وأقرأ القرآن وأدعو، فأنا أعتبر في صلاة، لأن منتظر الصلاة هو في صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك في أحاديث كثيرة، إن العبد ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. يبقى إذن كلمة وهو قائم يصلي يوازيها وهو ينتظر الصلاة. وضحت كده؟ يبقى إذن لو الرجل دخل المسجد قبل المغرب بساعة، دخل صلى ركعتين تحية المسجد ثم جلس يقرأ القرآن، يقول أذكار المساء، ثم يدعو بما شاء بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا وقت إجابة الدعاء. طيب والمرأة تعمل إيه؟ النساء بقى، الواحدة ممكن تدخل المكان اللي هي محدداه في البيت عندها كمصلى ليها، لو مش محددة مكان خلاص المكان اللي بتصلي فيه، سواء في غرفة النوم، سواء في الصالة، سواء في غرفة الصالون، في المكان اللي هي محددة ان هي بتصلي فيه. هتقعد تمام، هتصلي ركعتين تحية المسجد، لأن ده خلاص ده مسجدها، هتدخل تصلي ركعتين تحية المسجد، وتجلس أيضا تذكر المولى عز وجل وتقرأ القرآن وتدعو بما شاءت بفضل الله. يبقى كده تحرت وقت الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن العملين اللذين يجعل المولى عز وجل فيهما الفرج لكل مهموم ومكروب ومديون ومريض، لكل إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، هما اللي هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، والتماس ساعة الإجابة التي هي قبل صلاة المغرب. فأخرج من قلبك كل أسباب الأرض وتعلق بالله عز وجل، علق قلبك بالله وحده، ولا يكن في قلبك غير الله. فألح على الله في الدعاء، وألحي على الله في الدعاء، فهو الغني الكريم الذي لا تنفد خزائنه بفضل الله. ويا حبذا يا حبذا بقى في وقت إجابة الدعاء لو مزجنا ما بين الصلاة على النبي والدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نبدأ الدعاء بالثناء على الله. وأنا هعمل لكم مقطع مخصوص بكيفية الثناء على الله، لأن كتير من حبايبي سألوني قالوا لي عايزين طب نعرف كيف نثني على الله. هعمل لكم مقطع كيف نثني على الله سبحانه وتعالى. نبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نلح في الدعاء وننكسر ونذل أنفسنا بين يدي الله، ويكون عندنا يقين وحسن ظن بالله إن ربنا هيستجيب دعائنا إن شاء الله، ونكون إن شاء الله ما بناكلش حرام، ونكون ما بنظلمش حد، لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. لكن النبي بيقول إيه عن هذا الرجل؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ازاي ربنا يستجيب لواحد بياكل حرام؟ والتاني اللي ربنا مش هيستجيب له اللي بيظلم الناس، لأن هو لو ظلم حد وقام يدعو في نفس اللحظة ممكن يكون المظلوم بيدعو عليه ويستجيب الله دعاء المظلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لو إن مسلم ظلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر على المسلم إذا كان الكافر مظلوما وكان المسلم ظالما. خدوا بالكم ده الظلم ده ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا حبايبي نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نلتمس ساعة الإجابة. نبدأ بقى في ساعة الإجابة كده، نبدأ بالثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو بما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ويا حبذا نحن ندعو لأنفسنا ولكل إخواننا، فقد ثبت في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. الله، ودعاء الملك لنا أفضل من دعائنا لأنفسنا، لأن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. يبقى إذن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك دعائهم مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا حبايبي كتروا من الدعاء
والصلاة على النبي في يوم الجمعة في ساعة الإجابة بالذات بفضل الله. أكثروا من الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.